ممارسة السلطة. كل من لا يؤكد استقلالك وحريتك ولا يرضى بأن يكون لك رأيك وموقفك، وإن خالف رأي الناس، كل الناس، أنا أقول لك هذا لا يريد أن يهديك، ولا يريد منك أن تنمو، ولا لك أن تتكامل، يريد أن يمارس سلطته عليك. طبعا لو سألنا السلطة أين تجد نفسها؟ في الإباحة ولا في التقييد والتحديد؟ كل سلطة، لا، كل سلطة تجد نفسها في التقييد والتحديد. السلطة أصلا جاءت، كل سلطة لماذا؟ للمنع والتقييد والتحديد. هذه السلطة. ما في سلطة تجد نفسها في الإباحة، يعني مستحيل. تجد نفسها في المنع أكثر بكثير. لذلك حين تمارس علينا سلطة معرفية، سلطة إفتائية، سلطة فقهية، سلطة علمية أيها الإخوة، فطبعا سيصبح عالمنا عالما مشحونا بالتحديدات والتقييدات والمحظورات والتابوات التي لا عد لها ولا حصر على الإطلاق. سنعتقل كما قلت لكم، سنعتقل. النبي ليس له هذا الحق. سلطة باسم الدين أيها الإخوة تستند على ماذا؟ تستند على حقيقة مطلقة تستمد شرعيتها من الغيب. ما هذه السلطة؟ سلطة باسم السياسة تستند على ماذا؟ على الكلام باسم حقيقة مطلقة تستمد شرعيتها صدقية ماذا؟ من الزعيم أو من السلطة ككل، حين تكون إيه؟ سلطة اندماجية إنجاز التعبير، لكن في الأكثر من الزعيم. على فكرة الآن نحن نرى الآن تنظيرا غريبا لخلق زعماء أيها الإخوة، لكن ليسوا زعماء بالمعنى الإيجابي، زعماء بالمعنى إيه؟ التصنيمي، كما قال مالك بن نبي، قال الأمم الواعية المتحضرة تصنع إيه؟ زعماءها. نحن نصنع أصنامنا، أصنام تعبد. لذلك يبدأون يخلعون على من يريدون أن يحولوا إلى صنم، يخلعون عليه، يسندون إليه صفات ونعوتا ومكارم وأمثليات عجيبة تلحقه بعالم الملائكة أو بعالم القادة العظام. تعرفون مثل هذه العقلية أنتجت لنا الفاشية، وأنتجت لنا النازية، وأنتجت لنا ستالين ولينين. ولذلك بيرتولت بريخت المسرح العظيم ماذا كتب؟ يقول طوبى لأمة ليس لديها أبطال. قال لعنة الله على أبطال البطولة، خلاص، لأنه طبعا في حقبة هو شاف ليش عملت هذه البطولة والأبطال في الناس. قال طوبى لأمة ليس لديها أبطال. لا نريد أبطالا. لا، في الحقيقة نقول لكم ما من أمة ليس لديها أبطال. كل أمة بلا أبطال هي على شفير الإضمحلال وبصدد الزوال. لا، لابد. لكن أنا أقول لكم فرق بين البطل وفرق بين الآلهة. طوبى لأمة ليس لديها آلهة زائفة طبعا، ولها إله واحد لا إله إلا هو. هذا هو الذي يحررنا. أما الأبطال لابد لنا من الأبطال. تصنيم الأبطال لا يجوز، تصنيم الأبطال لا يجوز. نعود يا إخواني، إذا المسألة خطيرة، ليست مسألة ترف وفضول فكري ندعو إلى التسامح، نبذ التعصب، نريد أن نمارس استعراضيات تنظيرية. أبدا أبدا يا إخواني، والله الموضوع أخطر مما نتخيل ونتصور. مع أنه الآن الأمة العربية بالذات الأمة رقم 1 في العالم التي لا ينبغي أن تمتري في خطورة هذه الطروحات وأهميتها. هذه الأمة بالذات، لأنها أمم الآن تعمل على ماذا؟ كما قلت لكم على التنافي. ينفي بعضها بعضا، يمسح بعضها بعضا، يشيطن بعضها بعضا.